اخويا الزملكاوي العيش، تعالى يا باشا ايه نتكلم شويه ايه في الهدوء، ايه خلصنا على السريع كده، واخد بالك، ناخد ايه شويه بوينتات ايه مهمه جدا. بوينتات دي مش مشكله عديها، يعني ما تاخدش على، خد برضه، خد ايه لسه بادئ فاهم، يبدا لايك سبسكرايب روق عليه عشان ايه نروق، ناخد ايه شويه حاجات بسيطه كده. الصداره يا باشا، انا دلوقتي متصدر تمام، صلي على النبي، صليت على النبي، تصدرنا يا باشا، فاحنا لازم نحافظ على مين؟ نحافظ على عندنا طبعا ايه، واخد بالك انت الفتره اللي جايه دي فاضل لنا ماتش كده، وبعد كده هنخش على ايه بعده ايه في قرعه كده، ما اعرفش يعملوها امتى، لازم القرعه تكون معلنه. النداء الاخير، القرعه تكون معلنه، مش عايزين قرعه لو الزمالك بيلاعب بيراميدز مرتين، عشان بس انا فاهم الشغل ده، انا فاهمه انا عارف والله، تلاقي بيراميدز هوب مع الزمالك، تلاقي الزمالك بتخش افيان وقلمه وشلاليت ايه. فاحنا بس مبدئيا كده، نمره واحد القرعه معلنه لايف تمام، وتبين لنا الكور كده، الكور كده اللي بيفكوا لي ولا سخن ولا ساقع، وجو التكييف ده مش عايزينه، ها. عايزين الاهلي يلعب، عايزين نزاهه باشا. باشا النهارده الحكم كان نزيه في ماتش الاتحاد، طرد واحد، انا معاك، انا عايز حق يا باشا، انا كزملكاوي مش محتاج غير حق، والله العظيم عايز اكتر من حق، اديني حق يا باشا، ادونا العداله، وبعد كده دوروا على المركز الثاني والثالث، ده احنا رايحين في داهيه ديون. هنتكلم ايه، ناخدها بوينت بوينت. نخش يا معلم على ايه، على الكابتن معتمد جمال، النهارده كان مريح في ماتش الاتحاد، واخد بالك سيكا كده تمام، الدقيقه حاجه و70 وبدا يغير. فبرضه يا كابتن معتمد احنا عايزين برضه ايه، لعيبه عندنا تحس انها ماتت، يعني في لعيبه برضه الاكسجين بتاعها خلص. كابتن عبد الله طلع عشان طبعا اخونا شحاته راح جاي اهو مريح، فالكابتن عبد الله راح جاي ايه طالع ونازل ايه ربيع. ربيع بصراحه ما كانش ايه ربيع، يعني كان ايه، كان شتاء وكان الدنيا كانت ايه مغيمه شويه، نص الملعب بتاعنا كان ايه فاقد الثقه شويه، واخد بالك انت، بس ايه عدت على خير. عارضه هنا عبد الرحمن مش عارف ايه، راح جاي كابتن مهدي برده راح جاي ايه مروق على حاله، حلل الجنين، واخد بالك انت، اللي جاب يوم ما اعرفش جاب فور فري ولا جاب ازاي تمام. خلصنا معلم الكابتن معتمد لازم برده ايه يعتمد ايه على خطه ايه تكون احسن من كده. نخش بقى على مجلس الاداره، مجلس الاداره لازم برده يروق على اللعيبه، فطرايا، سحور، اي حاجه يا جدعان روقوا على العيال برضه، ما العيال برضه شقيانه وطالع عين ابوها. انا بشوف بصراحه عبد الله سعيد 40 سنه بيجري اكتر من اي حد مروق 40 سنه يا جدعان برضه، والراجل برضه ايه يعني سحور برضه وافطار ورمضان وملوخيه ويعني حاجات كتير برضه، انتوا كلكم طيبين برضه، ما الناس عايز تاكل. فانت معلمي ايه مبدئيا كده مجلس الاداره روق على اللعيبه، روق على اللعيبه عشان برضه ايه اللعيبه مع بعض، عايز فلوس يا باشا، عندي مدارس وعندي عيال وعندي برضه ايه سحور معايا انت. نكمل يا معلم نخش على مثلا الاسطوره، اسطوره ربنا مبارك له والدنيا سالكه، مع ان بالاحصائيات والارقام اكتر لعيب فقد الكوره، بس مش عايز اتكلم بالارقام، الارقام دي هنتكلم فيها ايه وقت تاني، واخد بالك انت. اخوان قلبنا، خد قلبي، الولا يا جدعان متربي في 100 عقبه، ابن 100 عقبه مش شتيمه، هو ابن 100 عقبه فعلا. الولا دلع، دلع وكوره وبيرجع وحماس مش عارف، الله اكبر عليه يعني بصراحه، بسم الله. انا خايفك في التيشيرت الاحمر، انا خايف يعني بالله عليك، احنا مش يعني مش عارف اتكلم، احنا بنخاف نحب حد، لان الحب تقريبا اللي بيحبنا يعني مش فاهم، انا بحبك انت بتكرهني، فانا مش فاهم، واخد بالك انت. صداره، شويه حاجات كده تفاصيل، مجلس الاداره لازم يدرب على اللعيبه شويه، كابتن معتمد لازم يبقى معتمد على خطه احسن من كده زي ما قلنا، واخد بالك انت. لايك سبسكرايب، السلام عليكم.